ايه يا جماعة طمنوني عليكم بعد الزلزال قلت لازم اعمل كده وصفة تزلزل الفيسبوك. عملت بقى شوية كبدة اسكندراني، انما ايه مش هتقفي في المطبخ كتير، ولو وقفتي وفي زلزال جه هتاخدي بقى السندوتشات وتنزلي بقى تاكلي انتي وجيرانك على طول. تعالوا نعمل ايه تتبيله حلوه للكبده. عندي كده فصوص من الثوم وكمان شويه من هرس الشطه، وانزل كده بشويه توابل. عندي كده ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وكمان الكزبره الناشفه، واضيف بقى ايه معلقه خل كبيره. عندي شويه من عصير الليمون، واقلب بقى كل الخلطه دي. انا عارف في ناس اسكندرانيه هيقولوا لي احنا مش بنحط بقى ولا هريسه شطه ولا فلفل، بس صدقوني بتدي طعم حلو قوي وجميل. بعد كده عندي بقى طاسه تكون سخنه جدا جدا، احط بقى شويه من الزيت وانزل بقى بنص الخلطه اللي انا عملتها، وادي كده تقليبه لحد ما الجيران يشموا الريحه ويحصل زلزله من حلاوه ريحه الكبده. بعد كده بقى عندي الكبده بتاعتنا متقطعه ايه عصافير صغيره زي ما انتم شايفين. بديها كده تقليبه حلوه يا جماعه في الطاسه بتاعتي. بصوا يا جماعه، دي التقطيع اللي انا قصدي عليها. عقبال بقى ما الكبده كده تبدا كده تستوي، هبدا كده اقطع كده فلفلايه لونها اخضر، فلفل حار عشان تشطشط الجو، وكمان فلفل اخضر رومي يا جماعه باخده كده واقسمه نصين على قد ايه قطع الكبده. بصوا بقى يا جماعه، الكبده بقى ايه خدت اللون الحلو الجميل، ولون اللي هو الاحمر ده راح منها. هبدأ كده انزل بايه بالفلفل الاخضر الرومي، وكمان بقى هدي التقليبه والتشويح، وهنزل بالفلفل الاخضر ايه الحار. نزلت في كله مع بعض عقبال ما تستوي. هعمل طحينه. عندي كده كوبايه صغيره من الطحينه، حطيت عليها شويه خل وعصير نص ليمونه حلوه جميله، شويه ملح وكمان كمون وشويه من البابريكا او تحطوا شطه زي ما انتوا عاوزين. وحطيت كده ميه سخنه، وحطيت قبلها معلقه صغيره من الخلطه بتاعت الكبده اللي انا عملتها بهرس الشطه والثوم. بتدي طعم حلو قوي. وهقلب وكده الطحينه بتاعتنا جاهزه تستقبل سندوتشات الكبده. بعد كده بقى ايه خلاص هبدأ اقفل على الكبدة. قبل ما اقفل كده بدقيقتين هبدأ انزل بنص الخلطة التانية من الكبدة، وادي تقليبة مع معلقتين طحينة كده من اللي انا عملتها، واسيب بقى كل الكلام ده يدخل في طعم بعض. وكده الكبدة بتاعتنا جاهزة. بصوا يا جماعة شكلها حلو وجميل، وبجد مش هتقفي في المطبخ. انا عارف الجو حر عليكم. وبصوا ما نزلتش ولا نقطة مية علشان الطاسة بتاعتي لازم تكون سخنة. جبت بقى العيش الفينو بتاعنا الجميل وزي الفل، وهبدأ بقى ايه احط كده الكبدة بتاعتنا ومعلقه طحينه. في ناس برضو تقولي مش ما بنحطش طحينه، نص ليمونه وخلاص. براحتكم، بس ايه الطحينه بجد بتديها طعم حلو قوي. بعد بقى ما حطيت الكبده بتاعتنا كده وعملت السندوتشات وحطيت الطحينه، بدات كده ازين بقى بايه بقرن الفلفل الجميل ونص الليمونه الحلوه. وكده عملت احلى واسهل كبده اسكندراني. بجد يا جماعه هتجربوها هتلاقوا طعمها حلو قوي. بصوا يا جماعه شكل السندوتش حاجه كده تفتح النفس، مش هتقفي في المطبخ كتير. هاتي بقى نص السندوتش بتاعك وعليه نص الليمونه الجميله، وهم يا جمل على بق واحد. كان معاكم ابانوب، بحبكم قوي وطمنوني عليكم.